عايزة منك تعملي التمرين ده النهاردة، تمرين تفريغ الصناديق. يعني انت جواكي في صناديق مليانة من الماضي اللي احنا قلنا عليها. هنعمل التمرين ده دلوقتي، تمرين تفريغ الصناديق. دلوقتي هتجيبي معايا ورقة وقلم، واقعدي في مكان هادي واقسمي الورقة دي نصين. النص الأول هتكتبي فيه كل الوجع، هتكتبي الأشخاص بأساميهم اللي كسروا قلبك، مواقف من طفولتك لسه بتوجعك، كل لما بتفتكريها بتوجعك، تعلقات لسه شدكي لورا، يعني حاجات من الماضي لسه بتشدك. اكتبي كل ده، حتى لو أي ذكريات من الماضي اكتبيها. كل السموم اللي جوه روحك من غير ما تجملي، ما تقوليش لا طب يعني مش لا، اكتبي كله، اكتبي كل الأوجاع اللي جواكي. هتبصي للورقة وتقولي بصوت مسموع: انت الوجع اللي انا اتوجعته ده حصل فعلا، بس انا روحي اكرم بكتير من ان هي تفضل سجينة الورقة، ورقة فيها ذكريات مؤلمة. انا روحي اكرم من كده بكتير. قولي الكلام ده لنفسك. هتقولي ايه؟ انت وجع مكتوب على ورقة، انا روحي اكرم بكتير من انها تفضل سجينة لورقة او ذكرى. هتجيبي الورقة دي دلوقتي وتقطعيها لقطع صغيرة، وبنتي بتقطعيها هتستحضري نية انك بتفكي القيود دي عن روحك. وبعدين هتجيبي كوباية مية وتقولي فيها: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، طهر قلبي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وهتتخيلي جواكي ان انتي بتفكي القيود اللي ربطوكي في رقبتك وربطوكي في جسمك، الوجع، كل واحد وجعك، كل حد خليكي تبكي، خليكي عندك حاجات من الماضي من الطفولة، كل ده وانتي بتقطعي الورقة دي انتي بتستحضري النية ان القيود دي بتتفك من عليكي. وهتقولي الدعاء ده على كوباية المية: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، طهر قلبي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. بعد ما فضينا الصناديق لازم نملاها. هتغمضي عينك وهتتخيلي نور أبيض جاي من السماء وبيدخل لقلبك وبيمسح أي شرخ وبيداوي كل جرح. استشعري إن ربنا بيحتويكي النهاردة وبيقولك: وعزتي وجلالي لأكبرنك. اتفقنا؟ فضينا الصناديق، فضينا كل حاجة وقطعنا كل حاجة. التمرين ده مش هتعمليه يوم واحد، هتعمليه كل يوم، ولو في اليوم أكتر من مرة. وفضلي استشعري نور ربنا سبحانه وتعالى وهو نازل من السما كده، نور أبيض وبيدخل لقلبك وبيطيبك من جوه. واسمعي كلام ربنا وهو بيحتويكي، ربنا هيحتويكي ويطبطب عليكي: وعزتي وجلالي لأجبرنك. ده اللي يقول: يا جبار اجبر بخاطري يا الله. فضينا الصناديق. اعملي التمرين ده لغاية لما تدخلي معايا برنامج ترميم اللي هو هيرمم اي اثر بقى، وهنشتغل على التمرين ده واكتر منه واكتر منه في برنامج ترميم روح، في روح راضية. القناة دي معمولة عشان اي حد روحه تعبانة يفضل يعيش بروح راضية، لان طول ما روحك راضية طول ما انت هتفضلي تعيشي وانت مبسوطة ومرتاحة وحاسة بروقان وبراحة بال. فضي الصناديق ونضفي الدنيا، وانا ماشية على مهل بس مطمنة، ورمضان كريم عليكم وكل سنة وانتوا طيبين.